وهكذا. تمام. دي القصه طيب. يعني. طيب دكتور اشرف، يعني سؤال اخير لحضرتك وخلينا يعني نجاوب عليه باختصار يعني ضيق وقت هذه الفقره بالبرنامج. حضرتك كاتب صحفي، باحث، مستشار اعلامي لنقابه المرشدين السياحيين، اكثر من منصب. كيف ترى المرشح الرئاسي الجديد لمصر من ضمن المرشحين المتواجدين الان على الساحه؟ هو مواصفات مش شخص، ودي حاجه برضو احنا بنتكلم في اطار ان الناس اللي الان بتفكر بطريقه المهد المنتظر. يقول لك المرشح الحقيقي لمصر لم يظهر بعد. فطبعا ايحاء لانه ربما يكون رجل عسكري. احنا ما نعرفوش. رايك؟ لا، ده اللي انا سمعته. لا، انا حابه اعرف راي حضرتك، راي حضرتك الشخصي من الموجودين. صحفي، لك فكر، لك رؤيه بالمستقبل، مستقبل مصر. يعني هل يعني استطيع ان انا اقفز فوق إرادة الشعب؟ حضرتك شايف انه مرشح عسكري ولا مرشح؟ السيناريو اللي انت شايفه السيناريو مش الشخص. هو الشخص ايضا، والشخص انا كمحلل او رجل اعلام هبقى عارف من خلال مكونات الفكر اللي عندي ومن خلال الاستدلالات اللي عندي اقدر اوصل لايه. يعني هو بنرجع لفكره التوقع، لانه لسه في حدش فيهم من تتوقع اللي عنده برنامج متكامل، برنامجه. لان انا اعتقد ان تجربه 2005 انا يعني صوتت لمن هي اكيد مختلفه الان جمله وتفصيلا. بالفعل. وهتظل حاجه واحده باقيه. هي الافضل برنامج هو اللي هيكون افضل فرصه. من ترى صاحب افضل برنامج لحد الان في مصر؟ دكتور ايمن نور. دكتور ايمن نور، شكرا طيب لك. سؤال بس بيحضرني هنا، مش من حق الشعب المصري ان زي ما مرشحين اللي هم الناس اللي بيرشحوا نفسهم دول زي ما هم بيظهروا كده نعرف زوجاتهم مين قبل ما نتخبط تاني؟ لا والله دي حاجات دي ضمانه. عندك هو مش اي مرشح في العالم بيظهر هو وزوجته؟ بيتوقف اصلا. اعيد بس بالمناسبه اتفضل. عشان تقول في اشهر هو افضل برنامج في 2005، هل سيادتك يعني اتيحت لك الفرصه ان تتعرف على البرنامج الرئاسي للحزب الدستوري؟ ما هو الذي قراته. خلاص ما دام قراته مش هقول لك ايهما افضل. تمام. لكن انا بتكلم بس حضرتك الضمان، بس كلمه اخيره يا ريت، ان فكره الفرعون القادم او زوجه الفرعون، يعني ايه، ما كانش فكره الاعلام اللي بيصنعها ولا فكره ان الناس هي اللي بتصنعه. اللي كان بيصنع الفكره دي اساسا هي الصلاحيات الدستوريه. لو احنا قدرنا نظبط الدستور صح ان شاء الله مش هنحصل على فرعون، لكن هنحصل على رئيس جيد لمصر. أنا بشكرك كثير دكتور أشرف السويسي، الكاتب الصحفي والباحث. أنا بشكرك اليوم كثير على تشريفك ويانا، الأستاذ الكبير